الأرملة. الموت أكثر الحوادث صدفاً، ولهذا فهو أكثر الحوادث رعباً أيضاً. رواية العذراء في القرية. أراهن على أنني أحظى بتراث عائلي لا يشبه موروث أي عائلات أخرى، ففي عائلتي تتجسد روابط الحب إلى أبعد من حدود الحياة، حتى لحظات الموت لا تباين تدانيها الوطيد. وأعني بذلك أن الفرد المنتمي لنا لا يغادر الحياة بمفرده دون أن يرافقه أحد بطريقة أو بأخرى. قد يبدو الأمر غريبا ومدعاة للتهكم، لكنه حقيقي بالمعنى الدقيق. ونموذجا على ذلك، بعد وفاة جدي لم يمض أسبوع حتى توفت زوجته، وعندما انتقلت أمي إلى العالم الآخر اتبعها والدي بعد يومين فقط من جنازتها. وقد عانى أعمامي نفس المصير، فقد توفي عمي الأكبر منذ عامين، وبعد أسبوعين من وفاته مات عمي الآخر الذي كان يصغره ب10 أعوام، وذلك وهو نائم بلا سابق إنذار أو علامات مرض. وهكذا أصبح الموت جزءا لا يتجزأ من وجودنا، يثبت لنا تفرد هويتنا. ولعل بعضنا يستخدم هذه الظاهرة للترويج لنسبنا، حيث ما زال يعتنق خوارق أسلافنا الأولى. يبدو لي أننا نحمل في دمائنا التزاما عائليا لا يدركه مدى في بيوت أقاربي، وتلك حالة تثير الاستنفار بشدة. حينما يحدث وفاة لأحدهم تتواصل مجالس العزاء لمدة طويلة، حتى بعد انقضاء أسبوع ونصف أو حتى أسبوعين، في انتظار المتوفى القادم وتوفيرا للجهد في ذات الوقت. تلك المناسبات تشهد لقاءات غريبة كثيرا. ففي إحدى المجالس التي كنت حاضرا فيها لفت انتباهي عجوزا ربما قد تجاوز 200 من عمره، يتحدث إلى أحد إخوة المتوفي أن يعذره لعدم قدرته على حضور العزاء القادم، وأن يستميح بحضوره هذا لكلا المتوفيين، ويشير بذلك إلى الميت صاحب العزاء والمتوفي القادم من عائلته، فركبه لن تسعفه لكي يحضر مرة أخرى. أما إذا كنت تتساءل عن الصفة التي تخولنا الحديث في هذا الأمر، فأنا بالفعل المتوفي القادم، وفقا لاعتقاد أفراد عائلتي وزوجتي. فقد تعرض أخي الوحيد لحادث مروري مروع الأسبوع الماضي أودى بحياته، ولما كنت الشقيق الوحيد له، أو بالمعنى المرادف الوارث الوحيد لموته، تتجه جميع أصابع التعاطف والوداع نحوي. بل وقد حضر العديد من الأشخاص الذين كانت بيننا خلافات، بما في ذلك تلك التي حدثت في طفولتي، يطلبون المغفرة ويعتذرون عن خطاياهم. الجميع ينظر إلي بتوجس وترقب أثيرين، وفي نفس الوقت يحاولون تطهير ضمائرهم واستعادة الوئام في علاقتنا. للوهلة الأولى بدأ الأمر كمسرحية هزلية، يتوافد الأشخاص محملين بالدموع والأسى تحت واجهة من الوداعة والمحبة الجليين، ولربما الشفقة. فالزوال هو الحالة الوحيدة التي لها أن ترضي جبروت الإنسان، ذكرا فقط دون حدوثه الحتمي. وهكذا انقلبت مراسم عزاء أخي إلى حين غرة إلى حفلة توديع لي. ولما وجدت نفسي مضطرا لمتابعة هذا الهراء والتنكيل الذي يحدث، قررت أن أنزوي في مكتبي بعيدا عن التعذيب الذي يفرضه المشهد. وقد حسمت مجلس عزاء شقيق الوحيد، والذي لا يبدو أن أحدا كان مكترثا بموته. لم أختل بنفسي نتيجة للخوف من التعرض لشيء ينهي وجودي، ولم يكن اضطرابي إلا دهشة فجأة تستيقظ لتعرف الحقيقة، أنك لست سوى حالة مؤقتة في هذا العالم العابر. وتلك السنوات التي قضيتها ساعيا خلف رضا الذات ومنح المحيط أمرا ليس إلا لحظة فانية. ربما الموت فرصة للحياة بمعناها الحقيقي الذي يعيبه الفقد. فالحياة بإخلاص مطلق ليست سوى جري سرمدي للهروب من العزلة الداخلية والسعي نحو الاختلاف. وفي النهاية الموت هو الحقيقة الحتمية التي لا مفر منها. لكن ما أخشاه حتما أن أستيقظ مرة أخرى وأدرك أن لا جدوى من أن تكون شخصا مغايرا، أو يمر بخاطري لوهلة أن الموت مناص للحياة في معناها المعدم. لست خائفا من إقدامي على ارتكاب الخطيئة،
أنا خائف من تلك الغربة المتربصة في عمق الوعي، خائف من أن أكون وحيدا مع نفسي في ظلمة الإدراك. إن أكثر الأشياء التي تؤلبني للغيظ وتثير الحزن في نفسي على حد سواء هي زوجتي، فقد ساد عليها وجوه الأرامل. إنها تمر في صدمات نفسية معتمة وحزن مستمرين. أستطيع أن ألحظ بسهولة مطلقة نظراتها المشيعة لي وأنا أتحرك باعتياديتي. تظن بأنها تحاول إنشاء شريط لإبعاد تحركاتي في ذهنها، تستنزف به حنينها عندما أغادر الحيز الفيزيائي المحيط. إن ما يبرر حنقي منها هو استسلامها لهذا السخف الذي يغمرنا وتسلل إلى كل جوانب حياتنا، وحضورها التام في أداء دور الزوجة التي سرق الموت رجلها. كل يوم وساعة تلو الأخرى تنغمس في الاستماع لحديث أمها وصاحبتها في تهوين مصابها، وتندفع للبكاء غائبة في اليأس والتحطم. وإنني لا أنكر أن باستطاعتي تمييز نظرات الاستياء واللوم التي تجهر بها لي بين نوبة عويل وأخرى. أما عما يجري داخل مكتبي منذ أيام، فإنه ليس سوى روتين معتاد يتمحور حول قراءة الكتب التي أجلت قراءتها طويلا. قد يبدو ذلك غير منطقي، لأنني أفضي بوقتي القليل المتبقي وأنا أقرأ حكاية بدلا من أن أقضيها مع عائلتي أو طلب الصفح على ما ارتكبته من حواسي، وأنا أدرك ذلك. لكن هذا كل ما أريد فعله حتما. إنها مسرحية حياتي الخاصة، وأرغب بفصلها الأخير أن ينقضي بتصفح الورق المحلى. فلا رغبة لي بأن أغير شيئا في إحداثيات عمري الفائت مهما تأملته. لعلي أمتلك ليلة أو ليلتين من الحياة وأنا سعيد حقا بإنفاقهما في المطالعة أيا كانت تبعات ذلك. لم أكن بالقارئ الفذ طوال سنواتي 35 التي مضت، ويخيل لي بأني لم أقرأ سوى 10 كتب خلالها، وهذا يحطم قلبي. لعل هذا الأمر الوحيد الذي أندم عليه في هذه اللحظة، وأتمنى لو استطعت تغييره. لكن لا قيمة لهذا التأنيب الآن، لن يتغير شيء على أي حال. لعل أروع ما في الكتب هي مساحة الخيال التي تؤمنها لي بين عوالم الشخصيات والأحداث حتى بعد انتهائي. فهذا الانغماس لا ينتهي عندما تنتهي القصة، بل يستمر إلى ما بعد ذلك، فأغدو فردا منها، جزءا أصليا من تكوينها. في الأمس وأنا مستغرق في هواجسي داخل المكتب، دخلت زوجتي حاملة كوبا من الشاي بين يديها. لقد رأتني وأنا أتحدث مع أحد أبطال الحكاية التي انتهيت من قراءتها للتو، وقد اخترت أن أبصره هيئته الموصوفة بين الأسطر بإبعاد شماعة المعاطف الموضوعة قرب الباب. قد ارتعدت زوجتي وفغرت فاها، ودون شك امتلأت عينيها بالدموع. وضعت كوب الشاي على المكتب ثم غادرت الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة. سمعتها ليلا وهي تخبر أمها أنني بدأت أحدث الموتى، وهذا عرفا قديما آخر. يقال أن من علامات قرب موت الإنسان حديثه مع الفراغ، ويظنون بذلك حديثه مع المتوفين. لعلي أنتهي اليوم، لا بأس في ذلك. إنني أدرك أن في نهاية هذا الغرق هنالك منارة ما تضيء لترشدني إلى العالم الأفضل. لا أعني بأنني سأكون مزهوا بموتي، إنما أنا جاهز له فقط، جاهز للعدم التام، الصفر المطلق. ففي نهاية المطاف هذا هو المصير الذي ينبغي أن يترتب، سواء كانت تلك الليلة أو بعد 20 عاما. ما غاية البقاء؟ ما غاية المغادرة؟ لم أعد قادرا على إيجاد إجابة أو البحث عن سبب. قد أنسل الموت الوشيك إلي، وصرت أشبه بضيف ينتظر عربة نقله إلى مهجعه. ما من مجال للجدال. من أنا لكي أقاوم هذه الحقيقة؟ لسوء الحظ ما من جدوى لمحاولة النظر نحو ضروب الحياة المقبلة أو ألوي نحو تلك الأيام التي كنت بها حي. لا شيء باستطاعته أن يمسك بخناق الموت أو يقاوم إيقاع الكون الحتمي. توتر موحش يضيق زوايا المكتب، المصابيح تقهقه بصخب، ضوءها الأبيض مستغرق في الانحناء متهاديا كقارب صغير يطفو في بحيرة. تتراكب الظلال على الجدران والأرضية كطبقات من الهموم المكدسة، بينما تبدو النافذة كحاجز يفصل بين الإنسان والحقيقة، حيث يتلاشى الزمن في تشظي الواقع. لا شيء يظاهر الرهبة، لا مكان آمن لك حتى في أعماق أفكارك.
أتمنى لو كان بوسعي الضغط على زر النهاية لأسكت صوت رأسي، فقد بدأت أسأم من لعبة الانتظار. أشعر بأنه يتربص بي في مكان ما في الغرفة، يختبئ في إحدى الزوايا الظليلة وراء الأثاث مراقبا. أحب الظن بأن الموت يرتاب من مواجهتي، ولكن لن أدعه يفلت. سوف أبحث عنه. نعم، فكرة مناسبة. تأملت المكتب من جميع الزوايا، شعرت بحضوره وكأنه يلاحقني، ولكن أين يمكن أن يكون؟ بدأت بتفتيش المكتب بعناية، تحركت بين الأدراج وفتحت كل واحدة بحذر. الأوراق تتناثر في كل اتجاه، ومع كل درج يفتح أزداد توترا. لا أثر له في الأدراج ولا وراء اللوحة المعلقة على الحائط. قلبت السجادة برعشة خفيفة، مرة أخرى لم أجده. رفعت نظري نحو النافذة، هل هو هناك؟ وجدت نفسي واقفا قرب النافذة، نظرت إلى الخارج مراقبا ظلمة الشارع، لكن لا توجد أي علامة للموت. هل يمكن أن أختبئ في مكان آخر؟ مكان لم أفكر به. أخذت نفسا عميقا وقررت مواصلة البحث. هبطت السلم المؤدي إلى الطابق السفلي. كان الصمت يجتاح المنزل. تجولت بين الممرات والغرف، أنظر بترقب شديد إلى كل جزء من المكان بحثا عن أي أثر. بحثت تحت كنبات غرفة المعيشة تباعا، وراء التلفزيون، في مكتبة 10 كتب، خلف أخشاب معرض الصحون. دققت في داخل المزهريات، باطن الطاولات. تفحصت كل شبر في المكان. إنه قريب، في مكان ما ينظر لي. تحولت إلى المطبخ، فتحت كل درج من أدراج المطبخ. قلبت كراسي طاولة الطعام رأسا على عقب، لكن لم أصل إلى شيء. قد وصلت إلى حافة الإحباط، واليأس بدأ يسري في عروقي. أين يمكن أن يكون مختبئا؟ لم تبقى سوى غرفة النوم. انتقلت بخطوات ثقيلة إليها. قد وصلت إلى نهاية الفصل. أطلقت نظرة حول الغرفة. زوجتي نائمة بهدوئها المعتاد، النور الخافت ورائحة الياسمين الملازمة كما هم دوما. فتحت الخزائن، كومت الثياب بشكل هستيري، مترقبا للنهاية المنشودة. لا شيء، لا شيء سوى الثياب. أشعر بالغضب المتصاعد إلى رأسي. لم أعد قادرا على التحمل. قررت أن أكسر الصمت المقيت هذا وأوقظها من سباتها العميق. عليها أن تساعدني في إيجاده. وضعت يدي على كتفها، هززتها مرات عدة. استيقظي، لا يمكن أن أكون بمفردي في هذا البحث. صرخت، ما من رد أو حركة. أدرت وجهها الحزين نحوي. كانت هناك مستريحة، تسبح في حلم أبدي خشته طويلا يدعى الموت.